هو آسر ياسين ممكن ياخد مكان يوسف الشريف؟ أصل مسلسل موعد مع الماضي اللي نازل قريب على نتفليكس شبه أعمال يوسف الشريف اللي كانت زمان بتكسر الدنيا، ودي مراجعة لإعلان مسلسل موعد مع الماضي اللي من بطولة آسر ياسين وبروح يوسف الشريف. هحكي لك. أنا هتجنن لو ما فهمتش. تتجنني أكتر لو عرفتي. قصة المسلسل بتحكي عن شخصية يحيى اللي اتسجن ظلم بسبب غرق أخته اللي هو اتهم فيها إنه قتلها ظلم، وبعد 15 سنة في السجن يحيى بيخرج بيقرر ينتقم من كل اللي ظلمه. ده مش يحيى صاحبنا بتاع زمان، ده واحد تاني احنا ما نعرفوش. كلمة يحيى اللي خرج من السجن مش هو يحيى اللي كنا نعرفه، ده معناه ان شخصية يحيى هتتحول 180 درجة بسبب ال 15 سنة اللي قعدهم في السجن. ومحمود حميدة هو الفيلن في المسلسل، هو الشرير بتاع المسلسل. ولكن كلمة شيرين رضا طب واحنا هنعمل ايه دلوقتي بتأكد ان كل اللي حوالين يحيى اشتركوا في الجريمة اللي اتظلم فيها يحيى، وانه طالع ينتقم منهم كلهم. طب واحنا هنعمل ايه؟ شبط لغاية لما انت لا تمام. بس خلينا نروح بقى لأبطال المسلسل نفسه والظهور اللي ظهروا بيه في الإعلان. آسر ياسين لو تاخدوا بالكم بقى له فترة كبيرة مبدع في أعمال الأكشن والجريمة، يمكن من أيام تراب الماس، ولكن بعد كده عمل فيلم شماريخ اللي يعتبر وقعة كبيرة أوي لصناعة السينما المصرية، لأن فيلم شماريخ هو اسم على مسمى لأنه من بطولة الشماريخ نفسها، ما بين تصوير ضعيف جدا وسط الدخان الكتير اللي مال الكادر 24 ساعة، ده غير إن الفوكس بتاع الكاميرا في معظم مشاهد الدخان دايما بيكون ضارب ومبوظ لك الصورة نفسها، فمخلي عينيك وجعاك وانت بتتفرج على الفيلم في السينما مش مسروق على النت. اما لو رحنا لفيلم ولاد رزق 3 فيمكن آسر ياسين اتظلم في فيلم ولاد رزق 3 لان شخصية الشايب ما كانتش بالقوة اللي كنا متخيلينها في السيناريو والحوار وفي القصة نفسها، يمكن بس هم اعتمدوا على اسم آسر ياسين علشان يزودوا عدد لأبطال الفيلم، ولكن في الحقيقة لو جينا رحنا المسلسل موعد مع الماضي يمكن دي تكون اول فرصة حقيقية لشكل اكشن الجريمة اللي ممكن يعمله آسر ياسين. هنشوف مين اللي هيكسب. وبيشارك كمان في المسلسل شريف سلامة اللي يعتبر من الفنانين المكتملين من وجهة نظري، يعني قادر يعمل لك المسلسلات الكوميدي الاجتماعية وقادر يعمل لك أدوار الأكشن أو أدوار الجريمة كمان زي مسلسل موعد مع الماضي أو مسلسل كامل العدد اللي كان كوميدي اجتماعي في رمضان اللي فات. فشريف سلامة وبرغم ظهوره اللي كان صغير جدا في الإعلان إلا إني متأكد إنه هيكون من أهم الشخصيات اللي موجودة في المسلسل نفسه. أنا هتصرف. وطبعا معانا فيلن المسلسل وهو الفنان الكبير محمود حميدة اللي اكيد انا مش محتاج اتكلم عنه لان الراجل ده بيمتلك خبرة كبيرة قوي قادرة تخليه يعمل كل الشخصيات مهما كانت ايه هي، انت بس اديله ورق يحترم يقراه وهو هيبدع في الشخصية لوحده. نروح بقى الادوار النسائية في المسلسل واهم الاسامي اللي هتشارك فيه. اولهم بالنسبة لي هتكون الفنانة صبا مبارك اللي عملت دور مبدع جدا من بطولتها في مسلسل لحظة غضب رمضان اللي فات، ولكن اللي بيعجبني في صبا مبارك ان مش فارق معاها حجم الدور على قد ما فارق معاها الدور نفسه، بمعنى انها كانت عامله دور بطوله في مسلسل قبل كده ودلوقتي بتعمل دور جنب ابطال كتيره هم الاسامي الرئيسيه في الفيلم. أنا هتجنن لو ما فهمتش. تتجنني أكتر لو عرفتي. وطبعا يوم ما تحب نتفليكس تضيف إثارة وجراءة مصرية للأعمال أكيد هتبعت تجيب شيرين رضا، وشيرين رضا موجودة في المسلسل بنفس الشخصية اللي بتطلع بيها في كل الأعمال اللي بتعملها، وهي الشخصية الجريئة اللي ما بتخافش، ويمكن كمان في المسلسل تكون هي اللي مخططة لجريمة القتل دي من أولها لآخرها، ما هي شيرين رضا. ولكن بقى بصراحة اللي أنا متحمس لها في المسلسل هي راكين سعد اللي أنا كان نفسي أشوفها في دور مهم من بعد مسلسل سفاح الجيزة، ودي النهاردة بتشارك في مسلسل من وجهة نظري ممكن يكون أهم مسلسل هتعمله نتفليكس للمصريين تقريبا. عارفة انك اتظلمت، انا عايزة اعرف الحقيقة. روح لأهلك. بعد كده خليني انهي معاكم بمفاجأة المسلسل بالنسبة لي وهو محمد ثروت، لان دور محمد ثروت في المسلسل اعتقد انه مش معتمد على الكوميديا قد ما هو معتمد على الاداء التراجيدي في الدور نفسه، فبالتالي احنا ممكن نشوف ولأول مرة دور لمحمد ثروت معتمد على ادائه التمثيلي مش بس على خفة دمه مع اصحابه. ما تأذيش حد من عيلتي. شبط لغاية لما انت لا تمام.
تصوير المسلسل وكعادة مسلسلات نتفليكس بالنسبة لنا هي أقرب لتصوير الأفلام مش المسلسلات. من تصوير مشاهد الأكشن للكادرات والإضاءة باين قوي الاهتمام الكبير بالمسلسل ده غير كمان الإضاءة وخصوصا الألوان بتزود عامل متعة المشاهدة ليك وفي نفس الوقت بتفهمك المشهد أكتر. والمسلسل من إخراج المخرج والممثل السوري سدير مسعود اللي أخرج أعمال مصرية قبل كده في التلفزيون زي مثلا مسلسل منعطف خطر، واللي باين في الإعلان من مشاهد أكشن ومن كادرات عالية في التصوير كمان إن احنا هنتفرج على مسلسل بجد جامد. مسلسل موعد مع الماضي ممكن يكون من أفضل المسلسلات اللي بتنتجها نتفليكس الفترة دي، إن لم يكن بالنسبة لي ممكن يكون أفضلهم كمان الفترة اللي جاية، لأن هي دي نوعية المسلسلات اللي احنا بنحب نتفرج عليها. الله يمسيك بالخير يا يوسف يا شريف، كانت هي دي نوعية الأعمال اللي كلنا بنتلم عليها قدام التلفزيون. بس تفتكر بقى آسر ياسين ممكن ياخد مكان يوسف الشريف في الأعمال اللي من النوعية دي؟ لأن أنا أفتكر إنك أكيد عملت لايك لحد دلوقتي. المهم قولوا لي متحمسين للمسلسل ده ولا لأ؟ مستني رأيكم في التعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي. عارفة انك اتظلمت،